لو عايز تقيس عمق المية ما تنزلش برجليك الاتنين. حكمة صينية عظيمة. نفس الكلام بالظبط بينطبق على الاستثمار العقاري. ما تدخلش أي استثمار عقاري من غير ما تكون شايف ومتأكد من طريق الخروج، وما تسألش على الخصم قبل ما تسأل على العائد. ودي بالظبط طريقة شغلي مع المستثمرين اللي معايا. لما بقترح عليهم مشروع مش ببعت لهم فيديو بروشور، لا، بيكون في دراسة بكل تفاصيل العقار وخطة من هنا ل3 أو 5 سنين قدام، بيكون متوضح فيها بالأرقام هنكسب كام وهنكسب كام امتى. الاكزيت استراتيجي جزء مهم جدا جدا من شغلي. فالعميل او المستثمر المريح بيلاقيني مريح جدا جدا معاه، وبيلاقيني مفيد كمان ليه، بنريح بعض في الشغل. لو انت عايز تبدا الاستثمار العقاري بشكل مختلف، لان انا مختلف عن كل الناس اللي في السوق مع احترامي الكامل لكل الناس اللي في السوق، بعت لي بس كلمه انفست في رساله او في كومنت، او احجز استشاره مجانيه من الرابط في البايو، وان شاء الله نبدا رحله الاستثمار العقاري مع بعض.